السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أينما كنتم أنا موجود في بوكت الأوان حاليا. إن شاء الله بعد نص ساعة بنطلع من هذه المنطقة الجميلة. شوف المنظر. خلاص تقريبا قضينا أكثر من 7 أيام في هذه المنطقة، يعني نقول حوالي 10 أيام. فبنطلع منها إن شاء الله. خلص برنامجنا. كان برنامج جميل صراحة، كانت تجربة جدا جميلة في الغابات والاستكشاف والهايكنج، كل شيء سويناه صراحة. الحمد لله صورت أغلب اللحظات والفيديوهات هذه للذكرى أكثر منها ما هي إنها تشتهر أو يصير توصل من شيء معين. فإن شاء الله بنطلع من هني من بوكت الأوان، بنطلع إلى ميدان. ميدان إن شاء الله بتكون حوالي 4-5 ساعات في الباص. وصلت الباصات طبعا، ف4-5 ساعات في الباص. بعد ال4 ساعات هذه ان شاء الله بنروح الفندق. بيكون يعني فندق مرتب شيء، يعني غرفة محترمة، لان خلاص تكسرنا من هذا الفندق. منطقة جدا جميلة تستاهل الزيارة اكيد مرة ثانية، خصيصا مع الناس اللي شفناهم وتعرفنا عليهم. يعني في اهالي المنطقة اللي تعرفنا عليهم صدق، يعني ناس جميلين. فان شاء الله نجهز اغراضنا، خلاص نسكر كل شيء ونركب الباص ونتوكل الى ميدان. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. بس طبعا هذه هي الباصات، هذا باصنا نحن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا هو المنتجع، طبعا مو منتجع يعني هو بس، ولكن يعني شيء جميل. اي منه صراحة، يعني حلو بس للنوم، بتقوم تشوف جدولك الباقي. هذا اللي نحن سويناه. هذه الأغراض، أحلى وداعية لهذا الجسر الجميل، وإن شاء الله الجاي أفضل. فنودع المكان من الآن. مع السلامة. والرجال قاعد يحط الأغراض في الفان. الله عليك الله عليك. طبعا الحين راكبين الباص متوجهين لميدان. طبعا نزلنا السوبر ماركت، أخذت الآيس كريم. جالسين والله نشوف الفيلم، نتريق الشباب الحين اليوم. طبعا وصلنا ميدان، وقفنا في مطعم، فالحين ان شاء الله بنتغدى ونضبط امورنا. وهذا هو قصر الحاكم ال13 في ميدان في سمطرة تحديدا. So we can visit only the temple of the king of the island. فبندخل داخل الحين وبنشوف. هذا السلطان الأول. لا تسب يا أخي أنا صوت. وهذا هو العرش اللي كان يجلس فيه السلطان. هذا هو الحاكم ال13. Was born in طبعا خلصت وشريت اشياء. وهذا الكاب الاندونيسي، اسمه مو كاب، الخوذة. والحين طالعين باذن الله. هذا هو شكل القصر من الخارج. طبعا وصلنا الفندق ولله الحمد، بعد درب 5 ساعات مدري 6 ساعات. نفس الفندق اللي جيناه اول يوم. ان شاء الله بيكون لنا اخر يومين في ميدان وبنطلع على المطار. الله ذكرت الكرسي لأول يوم كنا فيه، كنا ندعي ان الله يوفقنا في البرنامج. الحمد لله ربي يوفقنا، ورجعنا للفندق حواطة وشي هاليومين. ان شاء الله بيكون باكر فندق طلعة على المول، فجدول تصوير صدق. طبعا وصلنا الغرفة، نفس الغرفة القديمة، نفس الحمام، نفس كل شيء. غرفة جميلة، الفيو خيال، تمخطر وتستمتع بعد.
الله. بنعدل امورنا ان شاء الله بعد ما ننزل على العشاء. الحين الساعة كم؟ 5:39. قمنا الصبح وبنتريق ان شاء الله كورفلوكس، بعدها بنشوف شو الجدول. وهذا شكل المسجد من الداخل. طبعا بالمسجد فيه 1902 ولين اليوم في نفس الأحجار ونفس الأشياء، ما تغير فيه الكثير إلا الأرضية أكيد، وبعض الأشياء أو أكيد مكيفات والإنارة. صراحة جميل ويستاهل الزيارة. في ميدان هو الأكبر في إندونيسيا. طبعا هذه مش المنارة الأساسية اللي يخطبون فيها الجمعة، هذه موجودة يكون فيها 3 أشخاص يقرون القرآن قبل كل أذان، عشان ينبهون الناس إنه فيه جاي الأذان. وشيء جميل صراحة موجود في المسجد وأغلب المساجد الموجودة في إندونيسيا. طبعا بعد ما خلصنا من المسجد جايين المطعم نتغدى إن شاء الله. طبعا خلصنا من صلاة الجمعة، نازلين المول الحين وجايين نتسوق ان شاء الله ونضبط امورنا. خلكم معانا. المول صراحة جميل، كان مولات الامارات. ريحة الجندم تمام، ريحة ملابس حلوة نظيفة، والحين نحاول ان شاء الله ونضبط امورنا. طبعا انا محل الملابس نسيت اسمه، بصراحة خطير كل شيء فيه. طبعا شريت لي الكاريون باك لان كنت احتاجها صدق، والحين جالس ادور في المول بشوف شو اخذ لي وان شاء الله خير. وطبعا جيت هالمحل اخذت من كل عطر واحد، صراحة عطورة جميلة ويستاهل صراحة. طبعا جيت اخذ هذا الشيء صراحة شكله جميل، فبنجربه الحين. طبعا خذت الحبة 18,000، 3 حبات ب50,000. اسعارهم حلوة تقريبا بالدرهم. 18,000 بتكون 5 دراهم او شيء، ما مش وايد يعني، فمبلغ جدا بسيط. طبعا خلصنا والحين ان شاء الله رايحين الفندق نرتب امورنا ان شاء الله. باكر السفرة بنقوم من 7:30 نروح المطار، والله ويانا ان شاء الله، الله يعيننا. اقول لك يا مام صور الاغنيه. ولله الحمد وصلنا الفندق، فالحين داخلين ان شاء الله، خلاص اخر يوم، باكر ان شاء الله الصبح بنطلع. طبعا وصلت الغرفه ولله الحمد، فلازم نعدل الشنطه الصغيره ونعبيها اشياء ونشوف الهدايا اللي جبناها والسوالف. فبنعدل الشنطه بصور لكم طبعا ونضبط الامور، وبعد هذا بننهي هذا الفلوج وهذا اليوم، ونبدا الفلوج الثاني اللي هو باكر ان شاء الله. هذا ان شاء الله بيكون عشاننا لليوم شيء خفيف، الشوربه والواتر ميلون. طبعا خلصنا الGLA سيشن والحين رايحين نعدل الشنط ونضبط الامور. بسم الله، الله يعيننا يا رب. وبس هذا كان فلوقنا لليوم، ان شاء الله باكر نروح المطار ونصور لكم كل شيء.